في هذا الركن من مدينة النجف القديمة يصطف شباب لا ينطقون بكلمة، لكنهم يتكلمون بإشارة واضحة: رايات وطعام وماء وخدمة بثواب الحسين، كلها تتحرك بلغة موحدة تعبر عن الوفاء والتعلق بالقضية الحسينية وإن غابت أصواتهم. موكب الصم والبكم تأسس عام 2005 ليكون أحد المواكب المساهمة في الخدمة الحسينية. سنة 2005 تأسس هذا الموكب. هذا الموكب رغم هو ما كان صغير، كان يقتصر على توزيع الشاي والماء فقط، حتى بدون شادر كان اكو. سنة عن سنة قام يكبر الموكب، صار عندنا شادر. سنة 2007 صار عندنا موكب زنجيل أيضا، وهذا كله بتضافر وجهود الأخوة من الأبناء الصم والبكم. رغم أنهم لا ينطقون، فإن صدى حبهم للإمام الحسين عليه السلام يملأ الأزقة القديمة للنجف الأشرف. موكب الصم والبكم يقدم الخدمات لأقرانه وغيرهم من المشاركين في إحياء ليالي محرم، حيث تتحول لغة الإشارة إلى خطاب وولاء، وتترجم المشاعر إلى دموع ورايات ودعاء. يبدأ التوزيعات بالعشرة المحرم من طبخ تمن وقيمة، شاي كعك من المستلزمات، وبعدين احنا يبدأ عندنا يوم الخامس او يوم السادس عندنا زنجيل، وبعد الثامن عندنا الثامن او التاسع يسوى تمن وقيمة، وبعدين نوزع كباب بالليل. من كنا صغار يقول ابهاتنا علمونا على الصلاة وعلى الصوم وعلمونا وسولفونا على قضية الحسين، ما عندنا فكرة يعني قضية الحسين كل سنة تتجدد، يقول ما عندنا معلومة. يقول بعد 2005 صار عندنا مترجم ومترجمين صار عندنا 3، وضحت قضية الحسين بصفة المترجم. هنا لا تسمع الأصوات ولكن تصل الرسالة. في النجف الأشرف القديمة يقدم موكب الصم والبكم درسا بليغا في معنى الوفاء، إذ تتحول الإشارة إلى لغة للخدمة، ويتحول الصمت إلى نداء خالص للحسين عليه السلام. من النجف الأشرف حسام الكعبي، UTV.